السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين من كل مكان. زي ما انتم شايفين النهارده النهائي بتاع دوري كرة القدم لمدارس المنارة. زي ما انتم شايفين أول فريقين ابتدوا الدوري إن الصخور وأبطال كرة القدم، وإن شاء الله ربنا يوفقهم وهم فريقين ناجحين إن شاء الله. والحكم برجع الحيطه وشكل حلو وحلوه بس الحيطه ولسه بدل من التطور الدكتور احمد محمود يبص وعمر الحكيم عادل الثاني الحكم يصور الحكم هيحسبها ايه؟ الحكم بيحسب فاول على سبيل الوصول على الشمس داعم وليس احمد محمود واخد غرفه ده حلو جدا. احمد قطع محمد اشرف وده من تمام على محمد اشرف. احمد محمود طيب محمد تمام. الحمد لله. انت ايه رايك في الماتش؟ مزعله ايه رايك في الماتش؟ حلو. انت عايزه فريق الصخور اللي يفوز ولا فريق الابطال؟ فريق الابطال. الصخور. دلوقتي هنسال واحده تانية من المشجعين اللي هنا، ودي دلوقتي معانا واحده من المشجعين هنسالها شويه اسئله. ايه رايك في الماتش؟ جميل. وانت عايزه فريق مين اللي يفوز، الصخور ولا الابطال؟ صراحة أنا مش عارفة حاجة، أنا بشجعه بس يعني. انت عايزه فريق الصخور ولا فريق الابطال اللي يفوز؟ أنا بعتقد فريق الأبطال اللي هيكسب. دلوقتي معانا والدة أحد اللاعبين، هو اللعيب يوسف، وهنسألها بعض الأسئلة عن الماتش. إيه رأيك في الماتش معانا؟ والدتك والدة اللاعب بيلعب هنا؟ شايفة ما شاء الله يعني كويس، وشايفة إن هما بيحبوا اللعبة جدا، ويا ريت المدرسة تنملهم بقى الحكاية دي ويفضلوا يعني مكملين في التوجه ده ويدخلوا رياضات تانية كمان. رأيك ايه اللي هيحصل؟ هيقدر فريق ابطال كرة القدم انه يعوض ولا هيفوز فريق الاسود؟ لا، أبطال كرة القدم هيقدر يعوض. شايف مين هيفوز في البطولة؟ والله بما اني دلوقتي محتل يعني مدرب فريق سنه 6 ان شاء الله، فانا عملت اعاره للكابتن يوسف لان هو ما كانش معانا في الفريق، بس احنا عملنا له اعاره عشان يجي ينزل، وان شاء الله هنعوض يعني، وبنهدي الفوز في الاخر لمستر محمد ربيع ان شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا. حضرتك عايز تعلق إيه على المباراة دي؟ والله أنا شايف إن في أداء كويس من كلا الفريقين، وإحنا نتمنى الفوز للفريق اللي يقدر يعمل مجهود أكبر يعني ويقدر يكسب جوان عدد أكتر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عايز تعلق تقول إيه على المباراة الصراحة هي في روح جامدة جميلة جدا في المباراة، وما زالت يعني لحد الآن لسه شايفينها. بسم الله ما شاء الله، لعيبة سنة 5 منظمين، بس الفرص كتير بس للأسف بيضيعوا أكتر. يعني أتمنى يعني الروح دي تفضل موجودة يعني. شكرا. دلوقتي هنكلم منظم الدوري مستر مؤمن. ايه رأيك في الدوري؟ ايه رأيك في الفرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة أنا ما كنتش متوقع إن المستوى يكون بالشكل ده، مستوى جيد وطلاب بصراحة ما شاء الله كان أدائهم متميز عكس كل مرة. أنا ما كنتش متوقع يعني، بس الحمد لله يعني نحمد ربنا إن اليوم عدى على خير، واللي فاز فرحان واللي اتهزم مبسوط إن هو شارك وأدى ولعب، وكان يوم كويس الحمد لله. مين أحسن فريق في رأي حضرتك لعب كويس في الدوري؟ الفريق اللي فاز طبعا، هو قاتل من البداية والحمد لله رب العالمين فضل يواصل لغاية ما وصل للنهائي وفاز بالبطولة. كون ان سنة 5 تغلب سنة 6 دي حاجة كانت عادية، كنت متوقعها ولا كنت حاسس ان الكلام ده صعب انه يحصل؟ مش مقياس، ان الرياضة ملهاش كبير. في الرياضة اللي بيجتهد بيلاقي مستوى عالي، مش فرق هي 6 5، ممكن سنة 4 وبيلعبوا احسن من سنة 6. الفكرة ان هو بيجتهد وبيأدي صح ومستواه بيعلى، ودايما في الرياضة البقاء للأقوى مش للأكبر. ماشي، شكرا مستر مؤمن. دلوقتي معانا مستر محمد ربيع بصفته كان بيعلق على ماتشات الدوري.
نبدأ بسؤال عايز أسأل حضرتك، هو إيه رأيك في أداء الفرق في النهاردة في الدوري؟ النهارده ما شاء الله الفرقتين كانوا منظمين جدا، كل فريق كان عارف هو بيعمل ايه، وكل اللاعبين كانوا بيقضوا دورهم، المديرين الفنيين كان كل واحد قايم بدوره ويوجه لعيبته من بره بدون تجاوز، بدون وجود اي حاجه عراقيل تمنع المباراه. المباريات النهارده كانت رائعه جدا، كل حد قام بدوره، كان مفيش اي مشاكل تحكيميه. اليوم النهارده عدى بشكل كويس جدا. كنت متوقع النتيجة ان فريق الأسود هيفوز بالدوري؟ هو بعد العرض اللي قدمه فريق ابطال الكوره في الماتش الاولاني ما كان باين وفي اصرار في التحدي من اول ماتش انهم يكسبوا، لكن هي دي الكوره يعني. احمد طارق وادهم حسموا الماتش في اللحظات الاولانيه واللحظات الاخيره، جابوا جون في اول ماتش وجابوا جون في الماتش الاخير. ايه اكتر لاعب حسيت انه قام بدوره سواء من الفريق اللي كسب او اللي خسر؟ هو النهارده كل اللاعبين النهارده سواء الدفاع قام بدوره والهجوم النهارده برضه قام بدوره. كان عندنا اكتر من لاعب مميز النهارده، طبعا على اولهم الاثنين اللي جابوا الاهداف احمد طارق وادم محمد. كان في برضه الفريق الثاني لاعبين كويسين جدا، كان حد كان مأدي دوره، كان في الدفاع قايمين بدورهم الدفاعي، لكن في الاخر كل واحد المجتهد هو اللي خد نصيبه. حضرتك مدير مدرسة، لكن بيتهيألي مش كتير بتبقى معلق، ايه رأيك في تجربتك كمعلق النهارده؟ هو النهارده يوم رياضي، ما فيش فيه مدير مدرسة، كلنا بنأدي دورنا واحد. انا النهارده حسيت انا ما كنتش مستعد ان انا اكون النهارده معلق، لكن كان في الدور ده ناقص وانا ارتجلت النهارده، واتمنى ان يكون ادائي عجب حضراتكم النهارده، وكان اداء مشرف يعني. ماشي، شكرا مستر محمد ربيع.